المخدرات وما أدراكم ما المخدرات. هذه المصيبة التي تجتاح العالم كما تجتاح النار حقل القش الجاف، تشتعل سريعة. شوف الحرائق التي تحدث في العالم الآن مثلها وأشد فتكا، ويا ويل من وقع في براثن هذا الشيطان الأفيوني اللي هو المخدرات. يعني الآن في حبوب اسمها الفنتانيل في سنة 2020، هذا الإحصائية الأخيرة، قتلت من شباب أمريكا 80,000 أوفردوس في سنة واحدة. تمام. وهذا الفنتايل وهذا الفنتانيل يعني هو مخدر صناعي عملوه لأصحاب الأمراض المستعصية، أعاذنا الله وإياكم منها، لأنها لها قدرة على تخفيف الألم. وأتت الكارتيلات والعصابات والمجرمين وبائعوا المخدرات، أضافوا إليها الهيروين، وأضافوا إليها الكوكايين، وأضافوا إليها مخدرات أخرى. وكل هذه المخدرات تجعل قوة هذه قوة مدمرة. يعني الحبة الصغيرة التي لا تكاد ترى تكون قوتها أقوى من الهيروين 100 مرة. يعني تصور الهيروين حقنة واحدة تصبح مدمن، خلاص يوغان، انتهيت، قصتك انتهت. أسوأ ما في المخدرات على الإنسان إن دخل هذا السلك، تمام، لا يخرج منه أبدا، خلاص. قصة أنه يتعافى ما يتعافى هذه من النادرات ومن تقريبا شبه المستحيلات. وأنا أتحدث عن مخدر الفنتانيل هذا الجديد. يعني ونحن في المجتمع العربي الأمريكي نتحدث عنه هنا في أمريكا، لا تكاد تجد أحد يتحدث عن هذه المصيبة التي جالسة تلقط الشباب كلهم، مش فقط العرب والمسلمين، الجميع. لكن نحن نتحدث عن مجتمعنا العربي الأمريكي والمسلم. هذا واجب في المساجد، في البيوت، التحدث عن هذه المصيبة والتحذير منها. وأصحاب الوسائل الإعلامية، تمام، لأن قد أصبحوا الإعلاميين الآن الجدد أكثر من الهم على القلب. كل واحد مع التلفون يرفع التلفون يلا وتنظير، تمام. لكن تجده لا يناقش القضايا الحقيقية التي تهم المجتمع الذي يعيش فيه، تمام. تجده يلاحق الأخبار السخيفة الرخيصة أو التي لا قيمة لها أو التي لا فائدة لها. عندما تكون إعلامي معنى أنك تكون منبرا حرا وصوتا صادقا وشجاعا للتعبير عن معاناة المجتمع. لا تتكلم عن إنجازات، تتكلم أولا عن معاناته وكيف تخرج هذا المجتمع من الضوائق ومن الكوارث اللي فيها إلى جادة الطريق، ثم تحدث عن الإنجازات. أما أنك تتحدث عن الإنجازات فقط وتنسى ما مخفي تحت الطاولة، يعني كأن الواحد يدفن رأسه كالنعامة في الرمل. واصبح الموضوع مستفحل وخطير جدا جدا جدا. نحن في مجلة العربي الأمريكي اليوم، وفي موقع الأمة بريس، وفي إذاعة صوت اليمن، صوت عرب أمريكا، نحاول جهدنا أن نحذر من هذه الآفة. الآن في موضة جديدة أنه الغالبية أو كثير من أصحاب المال وأصحاب البزنس المتعطشين لأي دولار من أي مكان يأتي، تمام، دخلوا سلك بيع المخدرات ونوع المروانة اللي هو الحشيشة. لماذا يا ابن آدم؟ قال لك لأنه أصبحت قانونية. طب أنت تدري أن هذا الحشيش الذي تبيعه أنه حرام؟ أنت بائع مخدرات لكن بشكل قانوني. قال لك ما دام هي قانونية خلاص. طب هذا القانون الوضعي البشري، طب والقانون الإلهي أليس له داعي أنك تتحدث عنه؟ يقول لك لا. لماذا عن بائعي الخمر؟ طب ومتى قلنا لك أن بائعي الخمر أيضا يبيعوا شيء حلال؟ هم أيضا يبيعوا حرام، تمام. وهنا انتشرت قصة بيع الحشيش. يا رجل، تمشي في شوارع في الولايات المتحدة الآن وفي الولايات التي رخصت وجعلت أنه الحشيش انترتينمنت، يعني نوع من الترفيه، مثل ولاية ميشيغان، تشم روائح الحشيش تملأ الأجواء.
ما الذي جعلني أتحدث هذا؟ أنا كنت أريد أن أتحدث من فترة، وكل لحظة أنشغل وأقول بكرة بعده. اليوم أنا جاي قضيت بعض الأعمال وعدت. ماذا رأيت أو ماذا شممت وأنا ماشي بالسيارة؟ رائحة أعوذ بالله. من ضمن المضحكات أني قضيت في أمريكا والله العظيم سنين طويلة وأنا أظن أنه هذا الرائحة إنها رائحة الستينك ستونك، الحيوان هذا الذي الضربان، حيوان الضربان الذي يفرز مادة تنتشر رائحتها في كل مكان بقوة، هي شبيهة. وذات الصيف اللي فات جالسين في أحد البركات أنا والأصدقاء، أحد المنتزهات، ونتكلم بعض مجموعة من الأصدقاء، فشميت الرائحة قلت شوفوا وين مخبى هذا الحيوان؟ قالوا الحيوان. قلت هذا رائحة الضربان. قالوا لي كمان عبد الناصر يعني ما انتش داري؟ قلت لا والله ما ادري، مش هذا حق حيوان الضربان، هذا رائحة الضربان الضب او اسمه. قالوا هذا رائحة الحشيش. بالله عليهم قالوا هذا رائحة الحشيش. أدركت تمام إن هذا، وهي رائحة قبيحة، يعني سلام الله على رائحة التدخين السيجارة العادية. أما هذا تنتزع الأكباد، يعني أنا جالس أتكلمكم وأنا يعني. فيبدأ الواحد بالحشيشة، بلفافة الحشيشة، يبدأ الكيف، يبدأ يكيف، يريد كيفيات أكبر، يدخل البيرة في الموضوع، بعدين يرتقي إلى المستوى الكحول اللي هو الأكثر، اللي هو الخمر، ثم ما يعجبش يبدأ يجرب الحبوب. وكثير من الناس أعرفهم من أراهم الآن في الشباب والله وشابات، يعني من أجل أنه يأخذ حقنته أو حبته هذا مستعد يعطيك أي شيء. وأذكر لكم مرة والله شاب ما يجاوز عمره 22-23 سنة وقفني قال لي عمو. قلت له نعم. شكله يعني متعب. قلت له كيف؟ قال ممكن $. قلت له ليش؟ قال بدي أركب الباص. قلت له ما في معي. قال لي عمو أعطيني $، وأعمل لك أي شيء، أقسم بالله أي شيء، يعني طبعا أي شيء تتخيل. هذا رجل كيف بنت، وكيف ببنت. ولذلك الحذار 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 من التجاهل عن هذه الآفة الخطيرة التي تغزو البيوت وتغزو المدارس وتغزو الشوارع وتغزو كل مكان كالطاعون. إن لم نكن على حذر منه فسنكتشف ذات اليوم أن المصائب بدأت تتفجر في البيوت، وقد بدأت. تحدث مع أحد الأصدقاء في مرة في بث إذاعي في إذاعتنا، قال لي يا أخ عبد الناصر العيادات التي تعالج مثل هؤلاء المدمنين أصبح حتى أنك فقط لم يعدوا يستطيعوا أن يجاوبوا، والله لم يعدوا يستطيعوا يجاوبوا التلفونات أن الموعد حق الولد هذا أو البنت بعد 6 شهور سنة، يعني بعد 6 شهور كان انتهى. تمام. وفي المؤسسات الحكومية أصبحوا الناس ملان. قال لك أن تتخيل الحجم الكارثة، عشرات الآلاف مئات الآلاف في المدن، ونحن كمجتمع عربي أمريكي بالمئات والآلاف. وبين الفين والأخرى نسمع أنه مات فلان، شاب مات أوفردوس، جرعة زائدة. تمام. إذا لم يقف هذا المجتمع أمام هذه الأشياء، وعلى كل صاحب قناة أيا كانت حتى لو كانت للبرع يحذر من هذا الشيء. تمام. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أسكر قليله فكثيره حرام، فما لك ما خدر قليله. الحديث يقاس هذا بذاك. فهناك مشكلة يجب أن نواجهها بشجاعة. يجب أن المساجد، يجب أن الأساتذة، يجب أن رجال أو كبار القوم أو كلنا على أنه نشن حملة توعوية لا تتوقف لحظة على مدار السنة، على مدار العمر، أنه حذروا أبنائكم، حذروا أنفسكم، حذروا أبنائكم أنه لا تأخذ أي حبة، لا تأخذ أي شيء يجي لك شخص يقول لك جرب، أو فيك شريك والله صداع جرب هذا، لا. علموا أبنائكم أنه إذا شعر بالوعكة ولا بالتعب يقول بدي أروح البيت، وأبوه وأمهم يأخذوا إذا كان الموضوع خطير يأخذوا المستشفى أو يجيبوا له حبة اسبرين ولا شيء ويرتاح في بيته. لا تجعلوا أطفالكم يأخذوا من الغرباء أو حتى من أصدقاء السوء أبدا. صارحوا أبنائكم في بيوتكم قبل أن يصارحوا المجرمون ويعطوهم ما يدمرهم. أتحدث عن الدمار النهائي. الإدمان معناه موت.
اللهم عنا